الإنسان بياكل علشان يعيش، مش بيعيش علشان ياكل. كلنا عارفين الجملة دي من زمان جدا. جملة بسيطة مش محتاجة شرح لمعناها. الإنسان بيجوع فياكل. الجسم بيحتاج طاقة علشان يتحرك، والأكل هو الطاقة دي. يعني الإنسان بياكل علشان يكمل حياته، مش حياته هي الأكل. بس واضح إننا النهاردة بقينا محتاجين نفكر نفسنا تاني بالجملة دي، لأن العلاقة بين الإنسان والأكل اتغيرت بشكل مرعب. الأكل ما بقاش مجرد حاجة بنحتاجها علشان نكمل يومنا، ده بقى محور الحياة، بقى حدث مهم لدرجة إنه بيستحق إننا نصوره قبل ما ناكله، نتكلم عنه كتير قبل ما نجربه، ونتكلم عنه أكتر بعد ما نجربه. حجز وطوابير ومشاوير طويلة لأماكن مخصوصة علشان ناكل حاجات معينة، وبقينا نتنافس ونتفاخر ونقيم بعض على أساس الأكل. صحيح الأكل أحد متع الدنيا، بس السؤال إمتى الحاجة اللي المفروض إنها تساعدنا إننا نعيش بقت واخدة مساحة من حياتنا أكبر من مجرد إنها تساعدنا إننا نعيش؟ إمتى الأكل بقى وسيلة استعراض وتقييم، والأخطر إنه بقى أهم وسيلة تحكم في البشر؟ الأكل النهاردة ما بقاش مجرد أكل. كون الأكل متعة مش مشكلة أبدا، بالعكس، واحدة من أجمل الحاجات في الأكل إنه مش بس بيشبعنا، لكن كمان بيربطنا بناس وذكريات ومناسبات. طبق معين ممكن يفكرنا بشخص أو ببيت أو بيوم محدد، بس المتعة البسيطة دي اتغيرت. الطبق اللي كان بيفكرنا بذكرى قديمة ما كانش بيفكرنا بيها علشان كان طبق كبير أو تمنه غالي، بالعكس، يمكن كان طبق في منتهى البساطة. إنما النهاردة طبق عادي ما بقاش كفاية، لازم يبقى أكبر وأغرب ومليان أكتر. لازم نحط فيه أصناف كتير فوق بعضها، حتى لو ملاش علاقة ببعض، لكن عشان المشهد يبقى ملفت، علشان الصورة. والمطاعم بقت تسوق لأكلها بالحجم، عرض الخرتيت وعرض الديناصور. فتلاقي وجبة معمولة للفرد حجمها يكفي مجموعة كبيرة، أو طبق محطوط عليه طبق تاني، أو كل حاجة ممكن تتاكل اتحطت فوق بعضها في وجبة واحدة. وكأن قيمة الأكل بقت في الكمية، اللي يقدر يشيل، مش في الحاجة اللي احنا فعلا محتاجينها أو اللي هنستمتع بيها. الشهية أو الحاجة أو الاستمتاع ما بقوش هما اللي بيحددوا قيمة الأكل. الكم اللي بقى بيحدد، الصورة بتحدد، الشكل بيحدد، المنافسة وفكرة الأكبر هي اللي بتحدد، وفكرة إنك لازم تلحق تجرب عرض الحلوف الجديد بتحدد. وبقى في نوع مقزز من التحديات حوالين الأكل: مين أكل أكتر؟ مين جاب العرض الأضخم؟ وطبعا كله بيتصور، وانزل بالريلز وفرج الناس. ومش مهم في الآخر نص الأكل يترمي في الزبالة، مش مهم، مع إن في ناس بتدور في نفس الزبالة دي على لقمة تسد جوعها. مش مهم وإحنا شايفين بعينينا على الهوا إخواتنا متحصرين وبيتمنوا لقمة عيش حاف. المشكلة مش في الطبق الكبير، ولا في الأكلة الغريبة، ولا في إن واحد بيحب الأكل. المشكلة لما الأكل يبطل يكون مجرد الطاقة اللي بتساعدنا إننا نعيش، أو المتعة اللي بنعيشها مع ناس بنحبهم، ويبقى استعراض سخيف لازم نثبته ونبينه لناس تانية علشان نثبت إننا عايشين كويس. الأكل عمره ما كان مجرد أكل. يمكن من زمان جدا وإحنا بنستخدمه علشان نقول حاجات من غير كلام. الأكل ممكن يقول كلام حلو، عزومة محبة تقولك قد إيه أنت غالي، وممكن يوصل رسائل من نوع تاني. طبق معين يقولك إن حالتنا كويسة، سفرة كبيرة في مناسبة تقول للناس إن صاحبها مقتدر، وهدية فيها أكل ممكن تكون طريقة للتقرب. والمشكلة مش هنا، لأن الكرم والمشاركة من الصفات الجميلة في حياة الإنسان. لكن لما الموضوع يتخطى المشاركة والكرم ويبقى وسيلة نقيس بيها قيمة الشخص من خلال اللي يقدر يقدمه على السفرة، أو نحكم على مقام بيت من شكل العزومة، أو نعتبر المناسبة ناجحة على قد كمية الأكل اللي اتقدمت فيها،
وتلاقي ناس متخصصة بتدخل أي مناسبة مش شاغلة نفسها بالناس، لكن بالسفرة هتبقى عاملة إزاي، هتكفي، فيها أصناف تليق، وصاحب المناسبة يفضل قلقان إن الناس تفتكر إمكانياته أقل من اللي هو عايز يظهره، وناس ممكن تحس إنها أقل من غيرها لمجرد إنها مش قادرة تقدم نفس النوع أو نفس الكمية. هنا الأكل ما بقاش هدفه إنه يجمع الناس أو يشبع الجوع، ده بقى بيحط الناس في درجات. طيب المناسبة نفسها راحت فين من ده كله؟ مشاركة الفرحة إذا كانت مناسبة سعيدة، أو الحزن والمواساة والتفكر إذا كانت المناسبة حزينة؟ لا، مش مهم. المهم الأكل، ومين قدم إيه ومين جاب إيه. وواحدة من أغرب وأسوأ التحولات اللي حصلت للأكل لما تحول لوسيلة لفتح الأبواب. اللي نعرفه إن مشاركة الأكل ممكن تكون عزومة محبة أو مجاملة، لحد هنا طبيعي. لكن لما الأكل يخرج من معاني المحبة والكرم ويدخل في معاني تانية ظاهرها مشاركة الأكل لكن باطنها المصلحة، ونسميها أي اسم شيك: غداء عمل، دعوة في مؤتمر، بوفيه مفتوح في مكان معين، الإفطار السنوي للشركة، فنلاقي عزومة أكل بتتعمل لشخص مطلوب منه موافقة، وجبة بتتقدم لشخص علشان تسهل كلام كان هيبقى أصعب بكتير من غيرها. ودايما طبعا ما بيبقاش في اتفاق واضح للي بيحصل ده، بس كله فاهم الرسالة من غير ما تتقال. الوجبة بقت اسم حركي لحاجات كتير قوي، والأصعب إن الموضوع ممكن يتحول من وجبة بتتقدم ما بين قوى متكافئة لحد الاستغلال الواضح، خصوصا لما يبقى اللي قدامك محتاج وفي إيدك الحاجة اللي هو محتاجها. ساعتها الوجبة ما بتبقاش مجرد أكل، بتبقى ورقة ضغط، واحد بيملك والتاني محتاج، وما بينهم طبق أكل. وهنا لازم نقف شوية، لأننا يمكن نكون اتعودنا على المشهد ده لدرجة إننا بطلنا نسأل إمتى تحول الأكل من حاجة بتجمع اتنين لحاجة بتخلي واحد منهم يستعرض قوته على التاني، ويطبق المثل الشعبي بحذافيره: اطعم الفم تستحي العين. فرق كبير بين إن الوجبة تبقى وسيلة تقرب الناس من بعضها، وإنها تبقى وسيلة لإن حد يتحكم في حد تاني. لأن الإنسان لما بيجوع مش بيبقى في نفس الوضع اللي هو فيه وهو شبعان. الجوع مش مجرد إحساس مزعج، ده احتياج أساسي ممكن يخلي الإنسان يقبل حاجات ما كانش هيقبلها في ظروف تانية. وعلشان كده على مر الزمن السيطرة على موارد الأكل كانت دايما نوع من أنواع فرض القوة. اللي بيسيطر على الأكل يقدر يحدد مين يجوع ومين يشبع، مين ياخد ومين ما ياخدش. والمشهد ده مش بيحصل بس في صوره الكبيرة ما بين الدول وبعضها، زي الحصار اللي الصهاينة واللي بيساعدوهم عاملينه مع أهالينا في غزة. ممكن يظهر في تفاصيل أصغر من كده: شخص عارف إن اللي قدامه محتاج يصرف له وجبة ويطلب منه حاجة بمقابل بخس. حد يستخدم الوجبة علشان يسكت اعتراض، أو يوزع كرتونة فيها إزازة زيت وكيس سكر في مقابل صوت. وساعات كتير بيبقى الإنسان اللي بيستغل ده بيكون عارف إن اللي بيحصل ده مش عدل، لكنه عايز يومه يعدي، فيضطر يبلع مع الأكل حاجات غير الأكل. وهنا الأكل اللي المفروض يحافظ على حياة الإنسان اتحول لأداة تضغط عليه وهو في أضعف حالاته. وفي وسط كل ده حصل تحول تاني عجيب جدا: الأكل بقى فرجة. بدل ما نجيب أكلة علشان ناكلها، النهاردة ممكن تقعد تتفرج على حد بياكلها وهو بيقطعها وبيفتحها، أو بيصب عليها الصوص العجيب المذهل وبيجربها لأول مرة. وبقى في ناس شغلتها إنها تروح تاكل بالنيابة عننا وتصور التجربة وتقول لنا الأكل عامل إزاي، حلو ولا وحش، يستاهل ولا ما يستاهلش. بنعيش التجربة من خلال شخص تاني بدل ما نعيشها بنفسنا. هو اللي يشوف، هو اللي يشم، وهو اللي يدوق، وهو اللي يقرر، وإحنا قاعدين نتفرج ونكون رأينا ومزاجنا من وصفه وصورته ورد فعله هو. وتلاقي نفسك بقى نفسك في الأكلة دي لمجرد إنك شفت واحد تاني بياكلها. الصورة بقت أهم من الطعم، ورد فعل الشخص اللي بيجرب بقت أهم من تجربتك أنت. والأكل بقى بيتصمم علشان يتصور قبل ما يتاكل.
مش مهم طعمه، المهم اللحظة اللي الناس هتشوفه فيها. وبقينا بنختار الأكل مش علشان نفسنا راحت له، بقينا عايزينه علشان حد تاني خلانا نعوزه. ويمكن هنا نوصل لحاجة أدق وأخطر من مجرد إن الأكل بقى فرجة، لأن اللي بيحصل ما بقاش بس إنه حد بيورينا أكلة ويقول لنا دي حلوة ولا وحشة، إحنا بقينا محاطين طول الوقت بأشكال وألوان من المؤثرات اللي عمالة بتزود في شهوتنا. برامج بيقدمها أشهر المذيعين ويستضيفوا أشهر المطربين والممثلين ولاعيبة الكورة علشان يفضلوا ياكلوا قدام الشاشة بالساعات، والفواصل إعلانات، أكل برضه، جبنة سايحة بتتمط، صوص بيتصب، صوت قرمشة، طبق أكبر من اللازم، أو حد بياخد أول لقمة وملامحه بتقولك إنك لو ما جربتش دلوقتي تبقى فوتت حاجة عظيمة، لازم تجربها. سوق كامل بيعرف إزاي يحول الفضول لرغبة، والرغبة لطلب، والطلب لاستهلاك، استهلاك دائم. ومش هجمل في الكلام وأقول إن مش كل البرامج أو الإعلانات اللي من النوع ده تبقى شر، ولا إن كل فود بلوجر بيخدع الناس، لأنهم فعلا شر. أصوات بتصرخ حوالينا طول الوقت: جرب، اطلب، صور، شارك، وما تفوتش. وإحنا بنساعدهم طبعا، وبندلدل لساننا وبنجري وراهم. ويمكن ده يفسر ليه حاجات ما كناش نعرف إنها موجودة أصلا بقينا فجأة حاسين إننا ما نقدرش نعيش من غيرها. فالسؤال هنا ممكن ما يبقاش عن الأكل بس، يبقى عن الرغبة بشكل عام. هل كل حاجة بنشتهيها بدأت من جوانا، ولا في حاجات اتزرعت جوانا غصب لحد ما صدقنا إنها رغبتنا؟ يمكن لو رجعنا نبص على الرحلة دي من أولها هنلاقي إن الأكل خرج من مكانه الطبيعي خطوة بخطوة. بدأ كاحتياج، وبعدين بقى متعة، والمتعة بقت استعراض، والاستعراض بقى طريقة نقيس بيها بعض، وبعدها دخل في العلاقات والمصالح والنفوذ، وبعدين وصل لحد إنه يبقى مادة نتفرج عليها ونشتهيها من خلال ناس تانية. لكن يمكن كل ده ما بيثبتش إن الأكل هو اللي اتغير، بيثبت إن إحنا اللي بقينا بنستخدمه علشان نقول حاجات ملهاش علاقة بالأكل أصلا. سهل جدا نقول إن الأكل بقى مشكلة، وإن زمان كان أحسن، وإن الناس اتغيرت، وإن كل حاجة بقت استهلاك واستعراض. بس ده هيبقى تبسيط زيادة، لأن الأكل عمره ما كان مجرد وقود وبس، وإلا ما كانش بقى جزء من العيلة والضيافة والذكريات والمناسبات. في أكل بيفكرنا ببيتنا، وأكل بيجمعنا مع ناس بنحبهم، وأكل مرتبط بفرحة أو بذكرى أو بمناسبة. والإنسان طبيعي يستمتع، وطبيعي يكرم ضيفه، وطبيعي يجرب حاجة جديدة. المشكلة إننا شوهنا كل المعاني الحلوة دي، وبقينا نقيس نفسنا باللي نقدر ناكله، ونقيس غيرنا باللي يقدر يقدمه. بنشتري أكلة علشان حد قال لنا لازم نجربها، وخلينا الأكل دليل على النجاح أو الفشل، والجوع بقى نقطة ضعف، واللقمة بتقيس المقام، والوجبة بقت مفتاح. حتى مناسباتنا واحتفالاتنا بقينا نقيس نجاحها بكمية الأكل اللي فاضت، واللي هنضطر في الآخر نرميها. وفي الناحية التانية في إنسان ممكن تكون كل مشكلته إنه يلاقي وجبة تكفيه هو وولاده. الأكل ما بقاش مجرد حاجة بناكلها، ده بقى هو اللي بياكلنا، بياكل مننا وقت وفلوس وكرامة ورضا. والنهاردة هختم بكلمتين قدام كتبتهم من فترة: طول ما البطون ما يهمها إلا تكون واكلة وشاربة، واللعاب مدام يسيل على أي حطبة، والعقول متغيبة، مفيش حاجة صعبة، الحل سحري واسمه وجبة. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.